القاهرة. أعزائي المسلمين، ما زلنا معا ونبني لبكرة على 102.2. معنا الآن تليفونيا دكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي. أهلا بحضرتك دكتور هاني. اهلا بحضرتك، مساء الخير مساء عليكي النور. وعلى الساده المستمعين. أهلا بيك يا فندم. يعني في النواحي الاقتصادية تحتاج إلى خبراء في هذا المجال وخبراء في النواحي المصرفية للحديث عنها، وحضرتك من ضمن الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ذات الطابع المميز له الخبرة الواسعة. عايزين نتكلم على موضوع ممكن يكون مش متناول بصورة كبيرة، هو موضوع البنوك الرقمية. ما هي البنوك الرقمية؟ الحقيقه ان البنوك الرقميه دي عباره عن مؤسسات ماليه بتعمل بدون فروع، يعني كل خدماتها بتكون اونلاين. فالبنوك الرقميه بتقدم خدماتها البنكيه من خلال الانترنت، من غير ما الواحد يكون محتاج ان هو يروح فرع البنك زي ما كنا متعودين مع البنوك التقليديه. ده بيخلي العملاء انهم يقدروا يديروا حساباتهم وينفذوا المعاملات الماليه عن طريق تطبيقات الموبايل او المنصات الالكترونيه اللي بتوفرها البنوك الرقميه. كمان البنوك الرقميه بتعتمد على التكنولوجيا الحديثه والتطبيقات الرقميه والذكاء الاصطناعي علشان يقدروا يقدموا خدمات مصرفيه سهله ومريحه للعملاء. مم. يعني هي ما يكونش ليها فرع كائن في مكان ما. بدون تواجد مادي اه. للفروع. طيب الفرق بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية بتكون ايه؟ مع عدا وجود كيان. زي ما شرحنا البنوك الرقميه هي اللي بتقدم خدماتها من خلال الانترنت. في المقابل البنوك التقليديه اللي احنا متعودين عليها ليها فروع، ولازم العميل بيروح للفروع دي علشان يحصل على الخدمه وينتظر دوره في الفرع علشان يحصل على الخدمه دي. بعض الاحيان الموضوع ده بيكون مزعج للعملاء، وخصوصا لو مضطرين ينتظروا في طوابير طويله ويقضوا وقت طويل علشان ينفذوا معاملاتهم الماليه. البنوك الرقميه بشكل اساسي هي بدون فروع او تواجد مادي للفروع. وايضا الفرق الكبير ما بينها وما بين البنوك التقليديه هي استخدامهم لتكنولوجيا الاتصالات الحديثه وايضا للذكاء الاصطناعي. مم. يعني البنوك الرقمية والخدمات اللي بتقدمها من خلال الذكاء الاصطناعي زي ما قلت حضرتك. طيب خلينا نتخيل أنا دلوقتي رايح أفتح حساب في بنك رقمي، ماذا أفعل؟ العملية بسيطة جدا علشان فتح حساب في بنك رقمي. العملية دي بتتم من خلال تطبيقات الموبايل ابلكيشنز. مم. يعني بيقدر العميل يفتح حساب بنكي وبيديره الحساب ويدير هذا الحساب من خلال الموبايل او من خلال اللابتوب وبكل سهولة. مش لازم ان هو يروح يمضي اوراق في اي فرع من فروع البنوك. كل اللي عليه ان هو هيحمل التطبيق من متجر التطبيقات على الموبايل وبيتبع الخطوات اللي بتظهر له على الشاشه. طيب وإيداع النقود إزاي؟ فاهم؟ أنا دلوقتي فتحت حساب، أنا اللي أعرفه عادي أنا معايا مبلغ من المال، عايزة أفتح بيه حساب. النقود هضيعها إزاي؟ من خلال فتحت حساب معناها فتح حساب باسمي، لكن التعاملات الورقية هتتم إزاي؟ من خلال ATM موجود تابع للبنك ولا بيكون ما إزاي؟ فيش تعاملات ورقيه حضرتك. هي الرصيد الافتتاحي ممكن يتم تحويله من حساب قائم من حساب بالفعل قائم في بنك تاني، او بالظبط من خلال ايضا ماكينات الصراف الآلي اللي هي تابعه للبنك التقليدي اللي هو فاتح فرع رقمي، او مم. من خلال المحافظ الالكترونيه. طيب البنوك الرقمية دي آمنة؟ اكيد البنوك الرقميه امنه جدا، لان البنوك الرقميه بتستخدم تقنيات متطوره مم. علشان تحمي
معلومات العملاء ومعاملاتهم البنكيه، مم. وعندهم انظمه امان قويه زي انظمه التشفير، وايضا انظمه لمراقبه الحسابات بشكل مستمر عشان تقدر تكشف على اي انشطه غير مشروعه. وكمان ممكن العميل يقدر يفعل شروط امان اضافيه زي المصادقه الثنائيه لتحقيق الشخصيه، ودي بتضمن حمايه الحساب بشكل مم. افضل. اه بتكون تعاملات البنوك الرقمية مثلها مثل العادية؟ ممكن اخد قرض من البنك الرقمي؟ اكيد طبعا. يعني الخدمات اللي هي بتقدمها البنوك الرقميه فيها الحصول على القروض الشخصيه، سواء القروض دي بتقدم لاشخاص او لشركات. مم. فممكن طلب القرض من خلال التطبيق الخاص بالبنك الرقمي، وتحميل المستندات المطلوبه اللي بيطلبها البنك للحصول على القرض. عادة بتكون الإجراءات بسيطة وسريعة، بس الشروط بتختلف من بنك إلى بنك تاني، وخصوصا فيما يتعلق بمعدل الفايدة وفترة السداد. عشان كده بنصح دايما إن الواحد يقرأ الشروط كويس قبل ما يتقدم على القرض. اه البنك الرقمي، هل يوجد في مصر بنوك رقمية؟ البنك المركزي المصري بدأ يتلقى طلبات من عدة مؤسسات مالية للترخيص بالبنوك الرقمية، وأصدر في 12 يوليو الماضي دليل تعليمات خاص بتشغيل وترخيص البنوك الرقمية. وعلى حد علمي يمكن لغاية دلوقتي من 6 أو 8 مؤسسات مالية قدمت بطلب لترخيص البنوك الرقمية. مم. هل يمكن التعامل عالميا من خلال البنوك الرقمية؟ السؤال ده كويس جدا. هو اه. اكيد طبعا ممكن استخدام البنك الرقمي عشان انفذ معاملات دوليه بسهوله، بس لازم انبه هنا الى ان هيكون في رسوم على بعض المعاملات الدوليه، ودي بتختلف من بنك لبنك اخر. مم. عشان كده برضو بنصح ان لازم نقرا الشروط واحكام البنك الرقمي ونفهمها كويس قبل ما نقرر نعمل تنفيذ معاملات دوليه. يعني من وجهة نظر حضرتك كخبير مصرفي وفي المجال الاقتصادي، يعني ممكن يكون بعد كام سنة ستقول للبنوك الرقمية كل المسؤولية والاستغناء خطوة بخطوة عن البنوك الحالية؟ ما اعتقدش ان البنوك الرقميه هتحل محل البنوك التقليديه، لان في لسه تحديات امام البنوك الرقميه انها يعني تصبح منتشره وتحل محل البنوك التقليديه. لان مم. بعض العملاء لا يفضل او بيفضل ان هو يتعامل تعامل شخصي مع مسؤول خدمه العملاء. بعض العمليات مم. المصرفيه محدش بيطمن إلا بتحتاج لما يلاقي بني آدم قدامه. اه درجه بالظبط. معقده اكبر اه. في التعامل، فتحتاج الى مستندات والى مناقشات مع العملاء. ولكن في توسع في البنوك الرقميه حول العالم. عشان برضه اعطيكي فكره اه عن يا عدد ريت. البنوك الرقميه حول العالم، احنا وصلنا لحدود 360 بنك رقمي. في المنطقه العربيه احنا عندنا تقريبا من 25 او 28 بنك رقمي، كان اولهم في مملكه البحرين عام 2015. دكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي، أنا بشكرك على هذه المعلومات على البنوك الرقمية. وأكيد وجود البنوك الرقمية بتعمل أكيد طفرات في النواحي الاقتصادية، ولا ليس لها علاقة غير أنه تسهيل التعاملات المادية؟ لا، هو احنا يمكن البنوك الرقميه بالاضافه الى تسهيل المعاملات الماليه والمصرفيه والتقديم درجه اكبر من الراحه للعملاء، ولكن ايضا بتفيد في الشمول المالي. مم. ويعني ان احنا بنضمن ان مجموعات اكبر او فئات اكبر في المجتمع تبدا تدخل في النظام المالي الرسمي للدوله، وده بالتاكيد يعني له فوائد كبيره من حيث التخطيط الاقتصادي السليم للدوله. لازم كل الناس اللي بتتعامل او لها انشطه اقتصاديه تبقى تحت عين الدوله، ويعني بتقدر الدوله تقدم خدماتها
بطريقه افضل لما يكون عندها شكرا. المعلومات عن التعاملات شكرا الماليه شكرا. والمصرفيه بشكل شكرا افضل. لحضرتك دكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي. شكرا لتواجدك معنا. شكرا. شكرا.